السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة رمضانكم. اليوم نحكي لكم على الفرق ما بين الناموس القوري والناموس الجزائري. الناموس دوريجين تقابر وين كاين لاكتيك اسيد والسكر في لابو ومن بعد تقرص. هاوليك ليكزومبل تاع الناموسة القورية. تجي الهنية لاباس بيها، تقابر وين كاين الدم، تبيكي، تدي الدم اللي تسحقوه وتقلاه تروح. الحكة فيها إلا غالب. والآن نشوفوا الناموسة الجزائرية غير تلحق بسم الله. كيما راكم تشوفوا عطاتها بسقة باش يبان لها العرق بيا وراه. الجسم الجزائري غريب جدا، العرق بالسي باش يبان، المشاكل لانيمي، السكر، لا طونسيون، العرق يتخبى. الور لا في رمضان العرق ما يبانش كاع، تنسيستي تبيكي تبدا تدي الدم. ولكن الناموس الجزائري كي الفامبير يدي الدم حتى يخلص العرق. الناموسة الجزائرية تقدر ترفد 4 مرات الجسم تاعها بالدم، ماذا بها تنشف لك دمك، مي مالوريزمون توجور تخلص عليها تخي مال. الناموس الجزائري كي البرصا يخدم اون ايكيب، تغطى ولا ما تغطاش، جماعة ترفد لي درا وجماعة تنحي الدم. الناموسة نورمال كي تقرصك هاي كيفاش تخلص عليك. اما الناموسة الجزائرية تالمو ما تفيريش مليح، تقرص من كل جهة، تقول دير فيها سكارة سبحان الله، وشوفوا الحبة كيفاش تولي. واش راح دير؟ هذا هو الناموس الجزائري. ما عندنا غير نحكو ونخلوها لربي، وبيان سور نكترو لي باستي. اوه لا، الناموس الجزائري يموت على الباستي، عنده هو شغل كيما نقولوا الزطلة يتخلوا.